حياتي بقى اساسها الاخلاص. وسامحوني لما اقول الكلمه ديت والله، بس ده من الواقع اللي انا شايفه. بكل اسف الاخلاص في الزمن ده بالذات، انا مش عايز اقول مش موجود، بس بقى نادر قوي، خصوصا بين الازواج. تخيل ان زوجه تتجوز وهي رسمه على ان الزوج ده هيكون لها مستقبلها ويعمل، وزوج يتجوز واحده على اساس ان ابوها صاحب منصب كبير فهينفعه والوضع يبقى مش عارف ازاي، وزوجه عايزه زوجه علشان هو مشهور او جميل او امور او الى غير ذلك. يا جماعه مش هو ده الاساس اللي تقوم عليه البيوت الزوجيه. عشان كده تلاحظوا حاجه غريبه جدا، ابائنا وامهاتنا لو ترجعوا كده بالذاكره لابائنا وامهاتنا واجدادنا وكده، ما كانوش يملكوا الجمال اللي بتملكه المرأة في هذا الزمان، وما كانوش يملكوا مقومات الفتنة اللي موجودة الآن، ما كانوش يملكوا البيوت الجميلة والفلل الراقية والعربيات الأحدث موديل ولا الكلام ده كله. ورغم ذلك كانت نسبة الطلاق تكاد تكون 0 أو 1%. النهاردة تقريبا في أول سنة زواج يعني سنة أولى زواج KG 1 زواج، واخد بالك، نسبة الطلاق 40% وعدت ل 40%. ليه؟ مفيش إخلاص. سامحوني يعني إلا عند من رحم الله سبحانه وتعالى. لو في إخلاص أنا بتجوز أختي دي ليه؟ عشان كده إحنا بنقول يا جماعة قبل ما أتجوز أنا بتجوز ليه؟ أنا بتجوز لله، أنا عايز أقيم بيت مسلم وأعف أخت مسلمة، وآخد الأخت ديت وآخد بإيدها للجنة وهي تاخد بإيدي للجنة، ونحاول نعين بعض وناخد بإيد بعض للجنة. والله يا جماعة هنقدر نوصل للجنة بفضل الله أولا، ثم بفضل إخلاصنا لله سبحانه وتعالى. أيوة معنا حد؟